كويس فهم. معنا على المباشر توا زميلة الصحفية نادية داود اللي عندها العديد من المعلومات والمعطيات اللي تنجم تقدمها لنا توا. مرحبا بك نادية. سلامة. اهلا بك نادية، مرحبا بك نادية على المباشر. نادية، نعرف اللي انت شفت العملية كيفاش صارت تقريبا، معناتها شهادة عيان للتاريخ كيفاش صارت العملية قدامك وقدام عينيك وانت صحفية، تفضل. اي نعم سيدي. انا نادية داود، صحفية، كنت نخدم في دي بواد دو برود قبل، توا نخدم اون فريلانس. شكري بالعيد المرحوم شهيد رحمه الله نسكن في فرد عمارة، انا في الطابق الرابع وهو في الطابق الاولاني. انا كنت في الشباك البرا، سيارة الإجارة اللي فيها السائق كانت تستنى فيه اللوطة وهو مازال ما خرجش. الحادثة صارت مع تقريب 8 غير درجين 8 غير درجة تاع الصباح. خرج هو، قبل ما يوصل للسيارة فما موتور فيها زوز عباد تعديت بحذا الكهرباء. والحاجة اللي نحب نقولها لكم اللي كأنه السائق يعني بدراية بالحكاية شنو باش يصير، على خاطر حتى كي صارت الحادثة وصارت قدام مواقع الاغتيال ما ارتبكش، صار حتى ادنى ارتباك. الحاجه اللي سيقت المتساكنين هو 3 طلقات، صارت من الاول طلقه واحده ومن بعد 3 طلقات غفل ورا بعضهم. انا معناتها ما نكذبش عليكم راني دخلت بعضي، ما عرفتش نتصرف بصفه حرفيه من الاول، على خاطر سي شكري بالعيد رحمه الله قبل ما يكون رجل سياسي هو صديق ليا، صديق عزيز كبير ياسر معناتها ليا. سامحوني. ميسالش نادي ميسالش. نفهم الموقف هذا. سامحوني. ومعناتها استغربت من بعد كيف جيت نخمم، استغربت من عدم الارتباك وقله الانسانيه معناتها نتاع العبد اللي كان قاعد بحثيه. ونحب نقول لكم اللي قبل ما تعدى الموتور وقبل ما يخرج الشهيد شكري بالعيد تعدى عبد ما نعرفوش حكي مع السائق. شكرا لاستخدامكم شبكة. طيب يبدو انه انقطع الهاتف مع نادية، ولكن مش نعاودوا الاتصال بها لاكثر تفاصيل، لانه تقريبا هي كانت شاهدة عين وهي صحفية، حتى النجم ناخذ من عندها التفاصيل. كانت تحكي على تفاصيل جد مثيرة واول مرة نسمعها على الاقل، واكيد باش تدلي بها للتحقيقات. تحكي عن تفاصيل جد مثيرة حول المسألة وعملية الاغتيال، وخاصة ما تحدثت عنه من انه السائق لم يرتبك، ثم العملية صارت تقريبا قدام عينيها، معناتها 8 غير درجين حسب كلام نادية دونك اللي تسكن في نادية. رجعت معنا. فوالا نادية، مرحبا بك مرة أخرى. الو وي شكرا لاستخدامكم. طيب يبدو انه عندنا اشكال. شوفوا كان عندها رقم اخر نادية حتى نجم ناخذها على الرقم الثاني، على الاقل تعطينا التفاصيل نتاع المعلومات هذه، لانه معلومات مهمه نمد بها الساده المستمعين حول عمليه اغتيال شكري بالعيد والطريقه اللي صارت بها العمليه، وهي كانت شهدة عيان شافت بعينها اللي صار، واكيد باش تدلي بالتصريحات هذه للتحقيقات. وخاصه نذكروا انه نادية هي صحفيه بالاساس، ولكن ايضا تسكن في نفس العماره مع السياسي المرحوم شكري بالعيد اللي كان يسكن في الطابق الاول وهي تسكن في الطابق الرابع، وكانوا هابطين تقريبا مع بعضهم، وشافت قدام عينيها طريقه الاغتيال كيفاش الموتور اللي جاء والناس اللي اطلقوا الرصاص. كانت طلقه اولى شدت اهتمام الناس الكل، ثم 3 طلقات رصاص اخرى اللي توجهت لشكري بالعيد. ما ينقطعش مره اخرى. مرحبا بك نادية مره اخرى. الو وي سامحوني. ميسالش نادية. اي نادية، نحب نعاود نذكروا الناس، سامحني ميسالش لانه تقطعت الافكار، نعاود نذكروا الناس بطريقه والعمليه اللي شفتها بعينيك وانت هابطه مع شكري بالعيد في صباح اليوم، كيفاش تمت العمليه؟ انا مش هابطه، انا الفوق. انت الفوق. طيب انا نسكن في الطابق الرابع، انا نشوف السين من الفوق. الواقعه صارت اللي سياره الاجاره اللي فيها السائق تستنى فيه اللوطه، هو مازال ما خلطش. شكرا لاستخدامكم. لا طيب يعاود ينقطع المكالمة الهاتفية والخط مع نادية. ما نعرفش شنو الإشكال فقط، ولكن ما زلنا متواصلين معكم. ولكن هذه اللحظات تأتينا معلومات أنه رئيس حركة النهضة سيد راشد الغنوشي يطالب بإلغاء التحوير الوزاري على قناة الجزيرة، ويدعو إلى حكومة
وفاق وطني. نعم، ويدعو إلى حكومة وفاق وطني وتضافر جهود الأحزاب السياسية والجميع من أجل أن البلاد تمر من هذه الأزمة بسلام. معنا مباشرة نادية من جديد. ما عرفش شنو الإشكال اللي موجود عندك في التليفون نادية، ولكن فقط لو كان نعاودوا نذكروا، أنت كنت تسوق وشفت العملية نادية، فذكر الناس شنو اللي صار بالضبط. انا نشوف من الفوق من البركون وسياره الاجاره نتاع المرحوم شكري بالعيد تستنى فيه اللوطه كيما كل صباح. هبط هو باش يلتحق بالسائق اللي يستنى فيه في الكرهبه. قبل ما يلتحق هو جاء شخص من شيره الكوندكتور يحكي مع السائق. انا هذا الكل من بعد رجعته على خاطر مانيش باش ننتبه معناها الشخص اللي يحكي مع السائق معناتها ماهيش حاجه مهمه. من بعد تعديت جاسي شكري بالعيد، من بعد تعديت موتور فيها زوز عباد اطلقوا طلقه واحده من الاول ومن بعد 3 طلقات غفال ورا بعضهم. الاربع طلقات اللي تحكي عليهم ناديه كانوا موجهين لشكري بالعيد. كانوا موجهين لشكري بالعيد من شيره شكري بالعيد، هو قاعد بحذا السائق. طيب اي من بعد سقط في شكري بالعيد على الكرهبه خاطر هو كان حاله للباب. دايوغ من بعد كيف جاو قوات الامن وكي جاو القوات المعنيه هما جاو وعاينوا الكرهبه. ودايوغ انا حطيتها تصوير الكرهبه وفيها يعني الثغره نتاع البال. اكيد الصوره تراوها على الفيسبوك الراديو اكسبريس اف ام وعلى الموقع نتاع اكسبريس اف ام. اي ونعاود لكم راهو السائق ما ارتبكش. راهو الشخص اللي كان موجود غاديكا ما ارتبكش وكاينه ونتحمل مسؤوليتي في قولانها اللي هو في باله على درايته بالعمليه. يعني لكن السائق هذا مستنسي يتعامل مع سي شكري بالعيد، قلت انت اللي كل صباح يستناه معناه نفس الشخص. ما نعرفش سامحني ناديه، معناتها انت تحب تقول انه فما شكون جاء ابلغ السائق بانه عمليه الاغتيال ستتم والسائق كان على علم فما ارتبكش. فما شخص جاي حكى مع السائق قبل ما تصير عمليه الاغتيال بدقيقه ولا بدقيقه ونص. عمليه الاغتيال صارت مع 8 غير درجه نتاع الصباح. ماناش في عمليه تحقيق معاك ناديه، لكن فقط نحب نفسروا للناس معناتها ملامح الناس اللي شفتهم، سواء السيد اللي تحدث مع السائق قبل عمليه الاغتيال والا الناس اللي اطلقت النار كيفاش كانت؟ شخص طبس على السائق من شيرته وحكى معاه. ما نعرفش عبد مطبس ويحكي في حكايه بشويه. ما نجمش نشوف انا الملامح بالضبط من الفوق خاطر انا كيما قلت لك من الطابق الرابع نشاهد فيهم. اما اللي نجم نقولوا ونعاود نتحمل مسؤوليتي اللي السائق ما ارتبكش. راهو السائق ما ارتبكش. نادية، هل ادليت بالشهاده هذه للامنيين اللي كانوا موجودين على معناتها موقع الحادثه؟ لا، على خاطر انا كنت من فوق نصور. حتى بعد ما جاء الامن قعدت من فوق نصور وصورت المرحوم شكري بالعيد قبل ما يدخل للامبولانس. كيف جينا باش نعطوا انا وحتى كيف التحقوا بيا زملائي ما خلونيش نقربوا. دونك ما نجمناش حتى نحكيو معاهم معناها الامنيين. مازلت كي كنت في كلينيك النصر توا باش نمشي نلتحق بالمسيره اللي باش تهبط في حبيب بورقيبه، ولهذا ما جاتنيش الفرصه باش نحكي مع قوات الامن. ونقول لكم معناتها الحقيقه انا ما عادش عندي ثقه يعني في حتى جهاز. انا توا ما عندي ثقه كان في الشعب. هكا واضح. شكرا لك نادية. معناتها حبيت نزيد ندخل شويه في تفاصيل مهمه برشا. معناتها صحيح انت من الطابق الرابع ربما ما شفتش مليح، ولكن الطلقات نتاع الرصاص الطلقه الاولى على الاقل كانت على مستوى تقريبا. كانت على مستوى الصدر تقريبا. كانت على مستوى الصدر، ثم الطلقات الثلاثه الاخرى هما طلقات جاتوا في الصدر وفي البطن. على الموتور فما شكون يسوق وواحد راكب معاه والا شخص واحد؟ زوز اشخاص. لا زوز اشخاص كانوا على الموتور. يعني انت كانك توجه الاتهام الى السائق على اساس انه مشارك في الجريمه وعلى اساس انه كيفاش فهمت اللي لم يرتبك السائق؟ معناتها شنو هو اللي خليك تقول انه السائق لم يرتبك وتحب توجه له تقريبا التهمه على اساس انه على علم بمساله الجريمه؟ على خاطر على الطبيعه الانسانيه وقت اللي تبدا انت قاعد بحذاك عبد وانت تسوق ويطلق الرصاص على العبد هذاك، اول حاجه تعملها اللي تخرج وتحاول باش تهز العبد هذاك اللي هو طاح في القاع، طاح على الباب،
تحاول باش تعلم عباد. ما نتصورش كان السيد هذاك معناها بروفيسيونيل باش يملك اعصابه وما يعيطش وما يصيحش. نتصور كان هو السائق نتاعو مستانس به، معناها راهو فما معناتها علاقه صداقه ما بيناتهم، ولهذا فما ارتباك هكا من الشيرات الكل يلزموا يصير. ما هربش السائق بعد ما تمت الحادثه معناها، فماش عمليه فرار بعد قعد غاديكا سوف بلاس معناها. لا ما هربش، لكن ما الامن جاو هزوه يحقوا معاه. واضح. نادية معناتها وقت اللي صورت بالكاميرا نتاعك عملت زوم الى درجه انه الاشكال والا الملامح نتاع الناس واضحه شويه اللي كانوا حاضرين في مسرح الجريمه وعمليه الاغتيال؟ لا انا في عمليه الاغتيال ما صورتش. طيب. انا عمليه الاغتيال ما نجمتش نصور راني معناتها. هاني قلت لك السائق نتاعو وما ارتبكش وانا جارته ودخلت بعدي. ما نجمش ان نصور معناتها. سامحوني، وقلت لكم في اول معناتها الحوار قلت لكم راني فقدت اي حرفيه اليوم في الصباح، فقدت اي حرفيه. لكن نادية يلزم معلومات كما هكا مباشره تمشي تدلي بها الى اقرب مركز امن، لانه معلومات كما هكا بثيتها اليوم على وسائل الاعلام وحصريا على راديو اكسبريس اف ام تقولها. انا ننصحك شخصيا انك تتجه مباشره الان الى مركز الامن، واكيد تجيب حدنا في الاستوديو. ما تقعدش وحدك نادية، تمشيش المسيره، ولكن ننصحك تمشي مباشره الى اقرب مركز شرطه وتبلغ على كل المعلومات هذه، لانه مسؤوليتك مسؤوليه كبيره الان، لان العمليه بلغت بها اعلاميا وحصريا على راديو اكسبريس اف ام. بارك الله فيك الزميله معطيات حساسه برشا مهمه برشا تنجم تفيد للمسار نتاع التحقيق اللي باش يتم. زهير، اكسبريس اف ام.